برا السودان ساكنين في عنبر واحد، ما بنعرف ده قبيلته شنو ولا بنعرف ده جنسه شنو. كلنا كان بيجمعنا أشكال كده، تجمعنا القوات المسلحة. وسط هذه التطمينات المتتالية للقائد العام للجيش السوداني لقواته بأن لا فرق بين جندي وآخر بسبب قبيلته أو ولايته، ظهرت بصورة مفاجئة وفي العلن مجموعة عسكرية مسلحة مكونة من ضباط متقاعدين ومجموعات قبلية أطلقوا على أنفسهم قوات كيان الوطن. هدفهم أن يصبحوا قوة موازية للولايات التي لم تكون فصائل مسلحة. تجمع عسكري في المقام الأول، عسكري عندنا قوات يا أخواننا لعمل توازن بين منه بين الولايات التي كونت لها مجموعات مقاتلة وقعدت بها أو تمكنت بها من الاستيلاء على مقاعد ثابتة في الوزارات وفي مجلس السيادة.